لكل الناس اللي بتحب الملوخية الفيديو ده ليكو. هنعمل النهاردة ملوخية. يلا هنعمل أحلى طبق ملوخية ممكن تاكلوه. بجد انسي كل الطرق للملوخية واحفظي الطريقة دي واكتبيها عندك لأنها طريقة حلوة جدا، طريقة سهلة قوي، حلوة قوي، طعمها حلو جدا. كمان اقتصادية قوي، مش هنحتاج شوربة، مش هنحتاج لحمة، وطعمها هيبقى زي ما يكون بالظبط بشوربة وبلحمة. طعمها بجد وهمي. النهاردة هنعمل ملوخية بجد خطيرة. بس قبل ما ابدأ معاكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تتابعوني، وياريت كمان تحطوا لايك للفيديو. الملوخية النهاردة بطريقة بجد وهمية. مش هتحتاجي شوربة، مش هتحتاجي اي حاجة صعبة، حتى مش هنخرط الملوخية ولا هنقطفها. انا بجد مش بعرف اخرطها ولا اقطفها، او مش بحب كده، فبجيب كده كيس ملوخية من السوبر ماركت وبعمله بالطريقة الحلوة دي. الطريقة دي هتخلي الملوخية معاكي كأنها بالظبط فريش. طريقة حلوة قوي بتخلي الملوخية معاكي في حتة تانية خالص. هنعمل الملوخية بكام تركاية كده هتخلي الملوخية معاكي حلوة قوي، طعمها بجد خطير. هنبدأ وصفتنا على طول. وأول حاجة حطيت مية على النار، وبعد ما المية بقت بتغلي بالشكل ده هحط فيها بقى قرن شطة متقطع كده، ومعلقة شطة، ومعلقة ملح، ومكعب مرقة. وهي دي الحاجات اللي هتخلي الملوخية طعمها حلو قوي. وطبعا لو مش حابة تحطي شطة كتير ممكن تقللي الشطة، لكن انا بحب الملوخية مشطشطة قوي. هنا حطيت الحاجات دي كلها كده في المية المغلية، وهنديها غلواية كده صغيرة. وبعد كده هننزل بالملوخية بتاعتنا، واللي هي اصلا فروزن مش فريش، ولا خرطناها ولا قطفناها، هي كده جاهزة وبسرعة بنعملها. هنا هنحط كيس الملوخية، كنت انا طلعته من الفريزر يعني قبلها بشوية زي ما انت شايفة كده. والملوخية عايزة اقولك ان ريحتها حلوة قوي، يعني بالظبط كأنك يعني انت اللي قطفتيها وخرطتيها والكلام ده، لكن هي بصراحة فروزن، لكن طعمها حلو قوي زي بالظبط الفريش. هنقلب بقى الحاجات الحلوة دي كده مع الملوخية لحد ما الملوخية تبدأ تسيح شوية. ممكن نغطيها، مفيش مشكلة انها تتغطى دقيقة بس ومش هتغلي قوي. بعد كده هنقلبها برضو علشان آه، ت- ت- هنقلبها شوية كده علشان تفك كده وتسيح اهو زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقولك ان الملوخيه كانت ريحتها حلوه قوي، بجد الطريقه دي حلوه قوي. مش هنحتاج اي حاجه في الملوخيه صعبه. لو محتاجه ملوخيه في اي وقت ممكن ان انت تطلعي كيس كده من التلاجة ونعمله بسرعه جدا، مش محتاجين اي حاجه صعبه. هنحط بقى معلقه من الكزبره اللي انا فرمتها ناعم جدا في الملوخيه، ودي تركايه بقى بتخلي الملوخيه في حته تانية خالص بجد. معلقه الكزبره الخضراء بتخلي طعم الملوخيه وهمي. هنا بقى هنبدا ان احنا نعمل الطشه. حطيت معلقه توم مفروم وهنقلبها كويس لحد ما اللون كده يتغير ويبقى لونه اصفر. وبعد ما التوم ياخد اللون الاصفر هنبدا هنا ننزل بمعلقه كزبره ناشفه وهنقلب طبعا. وطبعا انا حاسه انه الريحه يعني واصلاكوا، الريحه كده كانت حلوه قوي. هنا عملنا الطشه بتاعت الملوخيه بالشكل ده، وطبعا لونها كده الذهبي الحلو ده زي ما انتم شايفين، مش غامقه. هنا بقى هنحط الطشه على الملوخيه بالشكل الجميل ده. وهنا عملنا احلى طبق ملوخيه. الملوخيه بجد خطيره، هتعجبكم قوي، هتحبوها قوي بالطريقه دي لانها طريقه سهله قوي وجميله قوي. هنا هنسيب الملوخيه دقيقه واحده بس على النار لحد كده ما تاخد من طعم الطشه. وبعد كده غرفنا الطبق الخطير بتاعنا، الملوخيه الاصليه. بجد احلى ملوخيه ممكن تعملوها، طريقه سهله، طريقه حلوه، طريقه اقتصاديه، وفي نفس الوقت احلى طبق ملوخيه. بجد ملوخيه خطيره. هنا خلصنا الطبق الجميل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، ومش عايزه اقول لكم قد ايه طعمه حلو قوي. الملوخيه النهارده وهميه، جربوها واكيد هتعجبكم.